روى الإعصار بركانا عن الطا بزلزال من العليا أحطا، يرج كواكب الأكوان رجا ويشطر كوكب الأرضين شطا، وأصعب ما يكون من القوافي على الأدباء والشعراء كالطا، وحين دعوته لمديح طه بكى شوقا وهط الشعر هطا، فكان لغيره صلدا ولكن يموج لأحمد دررا وخطا، بمدح محمد خير البرايا وأعظم في الورى من ذاق إقطا، له شرح الإله تعالى صدرا وعنه الوزر والسوءات حطا، له رفعت يد الرحمن ذكرا وقد بسطت عليه الفضل بسطا، سخي النفس سح اليد لو لم تكن في الكف إلا الروح أعطى، يزيد سخاءه في كل يوم إذا زادت قلوب الخلق قحطا، به جاء الإله بخير دين لينذر خلقه عربا وقبطا، فقام العذق يشهد صدق طه ولا عجب إذا استنطقت خمطا، ومن في الأرض والسموات قروا سوى من ضل في الدنيا وشطا، نبي رحمة للخلق طرا تئط ببره الأكوان أطا، فمنه الشمس تخجل إن تبدى وإن ينظر إليه البدر طأطأ، لقد عرج السماء فزاد عزا وحاز المجد للعليا تخطى، وقد زكاه رب العرش فضلا فلم يحدث مدى الأيام غلطا، ولم تروي شفاه الدهر يوما بأن محمد المعصوم أخطأ، طبيب طيب طبنا وطابت بطيبه طيبة للطيب أعطى، براكين بها حمم وخسف وزلزال على الدنيا توطأ، لقد غضب الإله على البرايا سوى من كذب الواشي وخطأ، وقد لعن المهيمن كل قرد أساء إلى الرسول ومن تواطأ، تمال الكفر في شرق وغرب على المختار تشويها وغمطا، وفينا قادة تدعى وكلا لخدمة سيد الأنذال لطا، حبيس الرأي قد أعياه صمت وفي الإعلام أفاك وسلطة، إذا داسوا المشاعر قال غضوا نواظركم وخذلنا وبطأ، تناسى المسلمون رسول رب فصاروا هم وأهل الكفر فسطا، تناسوا ملحدا كالكلب يعوي ويقذفوه أبوالا وغيطا، ذباب طار في